سريعا كده كنت حابب اتكلم على ماتش الزمالك وحرس حدود الاخير. بشوف ان الزمالك عمل اداء متميز جدا خصوصا الشوط الاول. بشوف ان جروس بدا يحط ايده على الفريق بشكل كويس، بدا يعرف نقط الضعف ونقط القوه في الفريق، بدا يعرف مستويات اللعيبه، بدليل ان هو بدا يغير من شكل الفريق ومن خطته. خطته هي 4-3-3، ولكن بنشوف ان هو بدا يغير تحركات اللعيبه شويه جوه. شفنا الهافي اليمين والهافي الشمال اللي هو زيزو ومصطفى شلبي بداوا يتحركوا بشكل مختلف شويه للعمق اكتر، بدا يحرزوا اهداف من العمق، وده ما كناش بنشوفه خالص خصوصا من مصطفى شلبي. كنا بنشوف لعيب روتيني بيلعب على الخط، لا شفنا دلوقتي ان هو بدا يدخل جوه ال 18 ويحرز اهداف، وده يحسب لجروس طبعا. يحسب لجروس برضو محمد شحاته، هو مش اكتشاف، لكن محمد شحاته لعيب كبير جدا، لكن هو اعاد اكتشافه من اول وجديد، ان هو بدا يلعبه تاني بشكل مستمر الفتره الاخيره، وبدا يثبت نفسه واحده واحده، واعتقد هيبقى ليه مكان اساسي دايما في نادي الزمالك، ولو فضل مستمر على الاداء ده هيكمل ويمكن يوصل لمنتخب مصر. لعيب ما شاء الله بيجمع بين حاجتين مهمين جدا في خط الوسط. لعيب عنده امكانيات رهيبه، لعيب حريف، لعيب دريبلينج بالكوره كويس قوي، سريع بالكوره، بيعمل سيروهات، وفي نفس الوقت عنده روح قويه، لعيب قوي جدا، تكالنج، بيموت نفسه في الملعب. فلعيب بيجمع بين حاجتين مهمين جدا مفتقدينهم من زمان في اللعيبه المصريه عندنا. فاعتقد ان محمد شحاته هيبقى له دور كبير الفتره الجايه مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر. لعيب ممتع جدا بصراحه، انا مبسوط، وهو يستحق افضل لعيب في المباراه. طبعا الزمالك لسه عنده مشكله طبعا ان هو بيلعب شوط وشوط، فانا مش عارف دي ممكن برضو قله اللعيبه، المدرب بيبقى عايز يغير الدكه ضعيفه شويه مع التدعيمات الفتره الجايه لجروس. اعتقد فريق الزمالك هيبقى افضل بكتير، ولكن لازم التدعيمات. في لاعب تاني بصراحه برضو كنت حابب ان انا اشيد بيه جدا الفتره الاخيره، بصراحه مش الماتش ده بس، الفتره الاخيره كلها، هو عمر جابر. لعيب محترم، لعيب طبعا احنا عارفين ان هو اخلاق عاليه جدا، لعيب ملتزم، لعيب بيموت نفسه في الملعب. بشوف ان عمر جابر عمل اسيستات كتير قوي الفتره الاخيره، وكان مؤثر جدا مع نادي الزمالك، رغم انه كان بعيد قوي من ساعه ما مشي من الزمالك، كان بعيد عن مستواه، وشفناه في بيراميدز وغيره ما كانش مؤثر. بشوف ان هو من ساعه ما رجع الزمالك تدريجي كده بقى وصل لمستوى محترم جدا، وبستغرب بصراحه قوي عدم وجوده في منتخب مصر. معرفش ليه، يعني كابتن حسام حسن مستبعد عمر جابر، رغم ان احنا عندنا مشاكل كبيره قوي في المكان ده. اتمنى عوده عمر جابر تاني لمنتخب مصر، لان احنا فعلا محتاجين نوعيه اللعيبه دي ومحتاجين المكان ده. تاني حاجه بتمنى طبعا استمرار الزمالك الفتره الجايه على الاداء ده عشان يقدر ينافس، لانه طبعا بينافس الاهلي فريق قوي جدا، بينافس بيراميدز السنه دي. بيراميدز نادي عامل اداء محترم، بيكسب كل ماتشاته تقريبا. اعتقد بيراميدز هيبقى ليه دور في المنافسه السنه دي قوي جدا. فاذا ما كانش الزمالك هيقدر يدعم الفتره الجايه بصفقات كويسه، خصوصا على مستوى الهاف الشمال ولعيب نص الملعب. احنا محتاجين ديفندر، ويا ريت يبقى فيه مهاجم، ويمكن عوده الجزيري طبعا يعني ممكن في حته المهاجم مش محتاجها قوي، ولكن برضو لو اتيح ان انت جبت مهاجم كويس هتبقى حاجه كويسه. لازم الدعم لجروس، لازم المسانده. اعتقد الزمالك لو فضل مكمل كده مع عوده ناصر ماهر طبعا واحمد حمدي، لا الزمالك هيبقى عنده سكواد قوي جدا، وهيقدر ينافس الاهلي وبيراميدز على الدوري، وهنشوف دوري كويس لحد الاخر.